السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلى اولادكم. ما صورتش معاكم حاجة خالص من اول العيد في الاكل، يعني سامحوني. الجو نار يا ولاد، والمطبخ نار، لا قادرة افتح فيه ولا قادرة اتكلم فيه غير وش العيال. بس بقالي كتير ما نزلتش حاجة على القناة، فقلت ايه، عملت غدا النهاردة، احنا خلاص اخر يوم العيد، فقلت اصوره معاكم عشان انزل حاجة على القناة. كل سنة وانتم طيبين وولادكم بخير يا رب، والأسرة الكريمة كلها بخير، أغلى اخوات في الدنيا. وحشتوني والله العظيم. أنا النهاردة بقى عملت غدا، عملت لوبيا اللي هي أم عين سودا بيقولوا أم عين سودا. ده ربع كيلو بس، عاملاه على قد النهاردة وبكرة. أهو عملت ربع كيلو وسلقت اللحمة اهي. انا خلاص خلصت الاكل، بس ما غرفتش بقى، يعني كل اللي بيجوع بيجي بحط له. وسلقت اللحمه، بصوا شوربتها نظيفه وجميله، بحب احط عليها توم وطماطم وبصله وتوابل، بس ما كترتش فلفل اسود لانه بيسود الشوربه. سلقت اللحمه، واللي عايزه بقى في اللوبيا احطها له، واللي عايزه مسلوقه بعملها له، واللي عايزه محمره بحمرها له كده يعني. وعملت شويه رز بالشعريه. انا ما بعملش رز بالشعريه، بحب اللي هو رزايه ورزايه، بس جانا هي اللي طالبه رز بالشعريه، ده برضو يعني مقدار نص كيلو، نص كيلو وشويه بس يا محمد. عاملاه لها اهو بالشعريه. ودي كان عندي حته كفته كده في الفريزر، قاعده يتيمه كده، فكنت بنضف بقى الفريزر وكده، فقلت اعملها. انا بصبحها كده عادي، صبعتها كده وانا واقفه، وسويتها على الناحيتين على البوتاجاز من فوق. ولما يجوا جنى او محمد لو حد عايز ياكل منها يعني، هزقها في الفرن تاني شويه، تسخن لهم يعني وكده. كان هو حته كده عندي في الفريزر عملتها، فقلت اصور معاكم حبايب قلبي الفيديو البسيط ده، واقول لكم بالله عليكم اللي مش مشترك في القناه يشترك، وتحطوا لي لايك، ودعوه حلوه منكم بشفا ولادي محمد واحمد، ربنا يخلي لكم ولادكم. وما تنسوش يا حبايبي كملوا الفيديو للاخر، انا بعمل الفيديوهات اهي دقايق قليله يعني، مش كتير ولا حاجه. وبصوا بقى، جبت للبت جنجون برضو ترمس، ما عملتلهاش ترمس، كنت نقعاه بس شرب الميه دلوقتي برضو هروق بقى البوتاجاز وكده، واغسل شويه المواعين مطرح ما عملت الاكل، واغسل البوتاجاز واعمله لها. ممكن بقى ايه اصوره فيديو وانزله على القناه التانية، عشان ما بنزلش عليها حاجه خالص. يلا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.